اكرم توفيق يا جماعه يهاجم الزمالك. طبعا كلنا سمعنا التصريح اللي قاله امبارح مع ابراهيم فايق. بيقول لك ايه بقى؟ ان الاهلي لو كان حضر ماتش الزمالك كان هيكسبوا سكور. والله انا وقفت عند التصريح ده عشان نقطتين. اولا يا اكرم، حضرتك ما كسبتنيش بقالك كام ماتش؟ تعرف تعد؟ ماتش الدوري اللي قبل الدوري اللي انت انسحبت منه اتعادلنا، مع انك قلت نفس الكلام برضو. يعني كل الاهلاويه قبل الماتش قالوا نفس الكلام. قبليها السوبر المصري كل الناس برضو قالت ان الاهلي هيكسب سكور، صح؟ ايه اللي حصل؟ برضو تعادلنا 0-0. اللي قبل السوبر الافريقي اللي انا اديتك على عينك وخدته منك، كل الناس قبل الماتش بما فيهم رموز الاهلي نفسها قالوا ان احنا هنشيل سكور وان نتيجه 6-1 هتتعاد تاني، صح؟ طيب ايه اللي حصل؟ خدناه. طيب قبلها احنا كسبناكم في الدوري 2-1. للدرجه دي انت يعني انت كنادي وانت كلعيبه ما عندكوش كرامه؟ كل ده يعني كل ده مش قادرين تكسبونا، وجيتوا على الماتش اللي انتوا انسحبتوا منه عايزين تكسبونا فيه؟ طب ما لعبتش ليه يا حبيبي؟ لما انتوا هتكسبونا سكور اعترضتوا على التحكيم ليه؟ يعني هنفترض بذكائكم كده ان التحكيم هيجاملنا، ماشي؟ مع ان ده طبعا مستحيل يحصل، بس هنفترض انه هيجاملنا مثلا في ايه؟ ضربة جزاء. طب ما انت بتقول هتكسبني سكور، اعترضتوا ليه؟ ممكن افهم. يعني اخرهم مثلا هيجاملونا في ضربة جزاء، صح؟ طيب انت لو كنت هتكسبني سكور هتفرق معاك ضربة الجزاء دي؟ اكيد لا. فما لعبتوناش ليه؟ ها؟ بص، انت جاي تستعطف جمهور الاهلي عشان هم قعدوا يشتموك حبه حلوين على مدار 6 اشهر، بس ما تجيش تستعطفهم على قفانا. يعني استعطفهم براحتك. يعني والله انت صعبت عليا، يعني انت عمال تلف وتدور في الحلقه عشان تجيب سيره الزمالك عشان تستعطف جمهور الاهلي. انا ما عنديش مشكله والله، ماشي، بس يعني قول كلام منطقي. لكن اي كلام وخلاص عشان تستعطفهم، انا مالي؟ يعني انا مالي اسمع العبث ده منك؟ يعني مش كفايه ان انت كلاعب فاشل وجمهورك نفسه جمهور الاهلي اللي هو المفروض الجمهور بتاعك مش طايقك؟ فخليك في حالك والنبي.